بها خير من أنجبت الإنسانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هناك بعض الأشياء التراثية اللي ارتبطت بنا كمصريين بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف، منها بعض الأمور مرتبطة بحلوى المولد كما يقال أو كما يطلق عليها، وأيضا الحصان والعروسة وكل هذه الأمور اللي ارتبط ظهورها بهذه المناسبة المولد النبوي الشريف. أصل هذه الحكاية من أين أتت؟ هل ما زالت مستمرة حتى الآن؟ هل تعددت الأشكال؟ كلها أسئلة نثيرها معكم من خلال هذه المداخلة التليفونية مع الباحثة الأثرية الأستاذة ناصر. أهلا بك ناصر، الخير. صباح النور، أهلا وسهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيبة. حضرتك طيب. احنا هنتكلم بقى عن موضوع الحلوى المولد والعروسة والحصان وكل هذه الأمور، من أين أتت للمصريين؟ هل هي مرتبطة بالفراعنة؟ أكيد لأ. فهل أتت منذ وقت الإسلامية؟ هي أي حاجة في الدنيا ليها بداية ونهاية، وأصل موضوع عروسة المولد والحصان بدأ في العصر الفاطمي. الفاطميين كانوا بيحتفلوا بالمولد النبوي بشكل كتير جدا، وبيعملوا مواكب ويوزعوا حلويات. وظهر الحصان من ان الخليفة كان بيظهر في الاحتفال راكب على حصان ابيض، والناس اعجبت بالمنظر جدا، فبدأوا يعملوا تماثيل من السكر على شكل حصان. اما العروسة دي فكانت بتبقى زوجة الخليفة وبتشاركوا في الموكب، ومن هنا بقى عندنا عادة العروسة والحصان. اما بالنسبه لحضرتك بتقول ان هي ملهاش جذور علاقه بالمصري القديم، هي مش بالظبط، لكن هي بتشبه قصه ايزيس واوزوريس. ايزيس هي عند المصري القديم كانت رمز الام والحنان والعطاء، واوزوريس رمز الخصوبه والحياه. ولما نشوف الحصان والعروسه بنلاقي فيه شبه كبير بالرمز ده. يعني هي ليها برضو بعد مصري قديم يعني؟ حاجة بسيطة. طب بس هي أتت مع الدولة الفاطمية، والدولة الفاطمية احنا عارفين انها جاية من شمال أفريقيا. دي حاجة إسلامية. طيب يعني ازاي يعني ولا هي دخلت دابت بقى في الحضارة المصرية؟ مع المصري القديم كان عنده قصة إيزيس وأوزوريس، وإيزيس بيمثلها في شكل عروسة وبتاع وكده. طيب امتى ظهرت هي؟ قبل يعني مع ظهور دخول الدولة الفاطمية، ولا يعني اتأخرت شوية؟ لا، هي في ظهور الدولة الفاطمية. الفاطميين كانوا بيهتموا بالحاجات دي قوي، وموضوع الكحك والحاجات دي كانت بتاعة الدولة الفاطمية، ما ظهرتش قبلها. لا. اتطورت بقى يعني يا استاذ ولاء، يعني هي دخل عليها تطوير، الاشكال اتطورت، القصه كلها بقى في قصص تراثيه مثلا ارتبطت بعروسه المولد والحصان. اكيد طبعا. الشكل اتطور. الاول كانت بتتعمل بسكر وحاجات تتاكل عادي، بعد كده بداوا يشكلوها في قوالب خشب ويعملوا الحصان من خشب والعروسه وكده. بعد كده بداوا يزودوا فيها الوان وزينه، ورق ملون. ولما احنا هو في العصر الحديث بنشوف العروسة على شكل حاجات بلاستيك. ولو الواحد خاطب ما جابش خطيبته عروسة المولد، يعني فيها سيبان دي. بالظبط. فهي رمز للبهجة عند المصريين دلوقتي، وتبقى ذكرى حلوة للأطفال. حلوى المولد برضو ارتبطت بنفس الموضوع، ان هم الثلاثة جم مع بعض، حلوى المولد والعروسة والحصان، ولا دي ليها فترة ودي ليها فترة؟ لا، مع بعض، لان هم والخليفه وزوجته مش كانوا بيوزعوا الحلويات دي على الاطفال. بشكرك جدا على هذه المداخله. كل سنه وحضرتك طيبه. الباحثه الاثريه ولاء ناصر. مشاهدينا في كل مكان، نتواصل معكم بعد هذا الفاصل، فانتظروا.